اذا مفكرين انه عم بقول انه انا معارض لاحمي حالي منكم، مؤيد وبدي ماهر الاسد يرجع، وبدي ترجع البلد ويرجع بشار الاسد. خروها. مين هاد عمر؟ ابعتوا لي. يسعد اوقاتكم جميعا، رب تكونوا بخير وبصحة وبعافية جميعا. موضوعنا لليوم مثل ما سمعتوا، الموضوع هو عن هذا البث المباشر اللي تم بثه من كم ساعة قليلة، وفقت الصبح وتصبحت فيه. الله ينزع صباحه مثل ما نزع صباحي بس، ونزع أكيد صباحكم. هذا الفيديو للكاتب والمخرج السينمائي عماد نجار، صديقه الصدوق وصاحبه الصاحب لباسم ياخور. هذا الفيديو من ليلة أمس، وما بنعرف حذف ولا ما حذف، وما بعرف، بس انسحب الحمد لله. تفضلوا اسمعوا الدرر والحكم. هذا اللي كتب كسم بشار، بعتوا لي الحساب تبعه. هدول الاخريه ما بدي اياهم على صفحتي. كان كون بالداخل وقول هي الكلمه. هلا عاملين رجال على صرامينا. لا يا زلمة، حاشا وكلا، منو نحن لنعمل ظلم على صراميكم؟ لا من... شو أعوذ بالله، انتو فوق، انتو التوب، انتو القمة. شو منو نحن؟ نحن مجموعة شو كان يقول عنا رئيسك؟ شو كان يقول؟ نحن جراثيم ونحن مندسين. طبعا منو نحن؟ منو نحن؟ نحن وين وانتو وين؟ ما حاشا وكلا يا سيدي، حاشا وكلا. شو هالحكي هاد؟ لا 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 لا، خلينا نعرف حجمنا، كل واحد يعرف حجمه ويوقف عنده إذا بتريده. حدا يبعث لي الحساب، اي حدا بيسب بشار الاسد او ماهر الاسد او حدا من النظام او بيسب النظام او بيسب العلم السوري الاحمر، راح ينحظر عن صفحتي. لولو بشرفك، لا أرجوك أرجوك أرجوك، لا 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 أرجوكم، خلينا نعمل مناشدة ومناداة وترجي لحضرة المخرج الكاتب السينمائي الكبير عماد نجار، إنه لا أرجوك أرجوك، لا 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 تحظرنا. إذا حظرتنا نحن حينقطع عنا الأكسجين، حنموت. عفوا عفوا، مينو انت؟ مينو انت؟ مين سائل فيك؟ مين سامع فيك؟ مين مفكر لك؟ شو مفكر حالك انت؟ شو مفكر حالك؟ مثل ما قلت لكم قبل بمره بالفيديو، انه ازلام العصابه الاسديه وكل من والاهم هيك مستوى فكرهم وهيك مستوى مبادئهم وقيمهم، وهذا اسلوب حديثهم، لا يرتقوا اكثر من هيك. يا الله، ما بعرف، غريبه، هن مغربلين، نظامي يعني، هيك منقايين تنقاية. هدول مستحيل مستحيل المستوى تبعهم الفكري والحديث اللي بيتحدثوا فيه، عن جد ما بقدر استوعبه انا. تفضلوا اسمعوا. وتفه على الساروت، وتفه على عبد القادر الصالح، وتفه على كل شهيد سوري سقط بالثورة وهو ما كان غايته الناس، كان غايته نشر الفكر المتطرف. بدنا نعمل وبدنا نسوي. وين كنتوا وقت اللي كان النظام عم بيغتصب زوجاتكم ونسوانكم وخواتكم على كلامكم؟ حاج تفتف على حالك، والله غرقت حالك من فوق لتحت. حاج خطي، خف على حالك، معلش خلص نحن خفينا عنك، خف على حالك. حاجة تفتف على حالك يا زلمة، والله تبلبلت من فوق لتحت ليك. خلاص نحن ما منريدك يعني هيك لهالدرجة تتهزأ، خلص خف على حالك شوي. 3/4 شو الحقيقة؟ 3/4 كذب. طيب في 3/4 الكلام كذب، معناتها شو؟ في ربع صغير حقيقة. ترى شو هي؟ فيك تقولنا يا هاي ال3/4 اللي بعدها انه هو حقيقة؟ شو هو؟ انا رح اقلك، انا رح جاوبك. انت واحد معمي على قلبك وعلى عيونك وعلى ضميرك وعلى انسانيتك، انت معدوم المشاعر ومعدوم الانسانية. 3/4 الحقيقة رح اقول لك شو هي. هي السجون صيدنايا، والمعتقلات، معتقلات الأمنية والأفرع الأمنية. هذا هو اللي ربع الحقيقي اللي أنت أغفلت، عميت عيونك. ما رح أقول لك عن الشهداء، الله يرحمهم والرحمة لروحهم، والله يصبر أهاليهم يا رب، وإن شاء الله نصيبهم بالجنة بيكون بإذن الله، وإنت نصيبك بجهنم الحمراء، أنت وكل مين معك واللي داعمهم إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولقائنا إذا مو بالدنيا بالآخرة، ومناخد حقوقنا بإذن الله عند صاحب الحق اللي ما بضيع عنده حق. أنا بعرف إنه هذا الكلام 3/4 كذب. 3/4 كذب. تفه على بقايا شرفكم. مزبوط. هذا لا اللي خلص طالع يا زلمة، يعارض حاجة مشان الإسلام حاجة يلعنه تف على ويلعن حالك، إسلامه. حاجة تف على بيطلع حالك. لك ابن. انت شو فيك تشرح لنا بين قوسين انت لمين بتنتمي؟
يعني عماد نجار شو دينك شو مذهبك، مشان يعني نشوف مستوى الفكر اللي عندك لأي طائفة وأي دين تنتمي لإله، مشان نحدثك بما تفهم بما تعقل بما تفقه، يلي عديم الفهم وعديم الفقه وعديم العقل. واحد مجرم إرهابي اسمه فيصل القاسم كان عنصر مخابرات، مليون وثيقة عنه، عنصر مخابرات سوري. بعتوا لنا حساباتهم لهدول اولاد المعهرة اللي اسمها الثورة. عنده مليون وثيقة، ما بدنا مليون، بدنا وثيقة واحدة، طلع لنا وثيقة واحدة ونحن معك نبصم لك. خلص عيب عليكم، والله عيب عليكم. يعني والله العظيم الثورة إلها منتصرة شهر ونص شهرين تقريبا. خلص حاجتكم لازم تفيقوا بقى من غيبوبتكم، صحوا شوي ضميركم ولو بليرة، صحوه وقعدوا هيك صفنوا مع نفسكم شوي وفكروا. عيب عليكم بقى، خلص انت وباسم يا خور وكل مين عم يدعمكم هلا ولساته مصر. واللي مبارحة شفته طبعا، اول مبارحة طلعت اشاعة عودة ماهر الاسد، وشفتوا شو صار في تعليقات وشو صار في حكي وشو صار في رغي. لا خلص والله خلص عيب عليكم، انتهى. العصابة الأسدية انتهت من غير عودة ولا رجعة، ما عاد إلى أرض، خلص انتهت. عيشوا تقبلوا الواقع وعيشوا حياتكم، كرمال ما يجيكم يوم تندموا. ما بينفعكم الندم، ما رح ينفعكم الندم، لأنه أنتم مصرين للأسف بعد شهرين من كل شيء قصص صارت وطلعت للعلن وللعالم، وشفنا المآسي اللي كانت مخباية، يلي كنا نحن حاسين فيها وشاعرين، بس ما كنا متخيلين مدى الوحشية إنها توصل لهي النقطة. يعني ما كنا بصراحة والله العظيم إنه نحن بنعرف في سجون وفي معتقلات وفي معذبين وفي مغيبين وفي بس إنه توصل لفي إنه في مكابس، في محرقة، في كذا. لا أبدا ما كنا متخيلين بصراحة. أقولكم إنه يعذبوهم، يقلعوا لهم أظافيرهم، يحطوهم بالدولاب ويضربوهم بالجنازير وكذا وهيك. يعني هذا المستوى اللي نحن كنا بس متخيلينه بمخنا بصراحة. هاتوا خبروني شو رأيكم بهذا الموضوع وبأمثال هؤلاء الأشخاص اللي مثل هذا عماد وباسم ياخور وكل مين معهم، يعني متابعين لإلهم وماشيين بنفس السيستم. شو بنحب نقول لهم، شو لازم نقول لهم، شو لازم نعمل ونتصرف معهم. ناطرة تعليقاتكم، ابقوا بخير وسلام.